جربتي تجري ورا حلم او علاقه او هدف وحسيتي ان انت مهما جريت او بذلتي مجهود الحلم ده بيبعد عنك اكتر؟ يمكن السر مش في الجري، السر في اللي انت مؤمنه فيه عن نفسك وتصرفاتك والطاقه اللي نابعه من الايمان ده. انا هبه فوزي NLP لايف كوتش ومؤسسه نادي ان ايجيبشن جيرل، والنهارده هفهمك حقيقه قانون الجذب وازاي تجذبي الحاجات اللي انت عايزاها بجد. زي ما بيتقال بالظبط، لو فضلت تجري ورا الفراشات هتفضل بتطير منك، لكن لو زرعتي جنينه حلوه حواليكي مليانه ورود جميله الفراشات هي اللي هتيجي لغايه عندك. ده بالظبط اللي بيحصل معاكي، انت مش بتجذبي اللي انت عايزاه، انت بتجذبي اللي شبهك، اللي شبه اللي انت مؤمنه بيه بجد جوه. ده المغناطيس الحقيقي. لو مليانه توتر هتجذبي فوضى، لو مليانه سلام هتجذبي سلام. القانون بسيط، مفيش جذب من غير ما تظبطي المعتقدات اللي انت مؤمنه بيها جواكي، احساسك انت بنفسك اللي ناتج من الصوره والهويه اللي انت رسماها جواكي عن نفسك. فبدل ما تسألي اوصل للحياة المثالية ازاي، لان ده الاصعب، اسألي نفسك انا هكون عاملة ازاي لو كنت عايشة الحياة دي فعلا. ولما تبدأي تفكري وتتصرفي كأن النسخة والشخصية دي هتجذبيها حقيقي، وكل حاجة هتكون على نفس الموجة دي. السر مش بس في السعي، السر في اللي انت مؤمنة بيه وبيخليكي وبيساعدك على السعي ده. بتابعيني عشان هنا هتتعلمي تعرفي كويس ايه هي معتقداتك وازاي تظبطيها وتظبطي الاحساس عن نفسك علشان تخلقي الحياه اللي طول عمرك بتتمنيها، وكل ده بخطه سيستم وبس خلاص.